لتلفزيون جمهورية السودان قناة نيلين ولجميع الهلال وكل السودان، أقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، إذا ضربة البداية تقرير مفصل حول الهلال ومجلس الهلال الجديد، ومن ثم نبدأ الحوار. تقول سيرته الذاتية الحاج عطا المنان إدريس سعيد: فالاسم يجمع بين العطاء والسعادة. من مواليد الولاية الشمالية، قومي عمل بالعديد من المواقع فكان رمزا للنجاح، فالشريان الذي شق أرض الشمال خير شاهد على ذلك. وفي مجال المال والأعمال فالرجل عمل وزيرا للمالية بالولاية الأم الخرطوم. وفي الإعلام شكل الرجل حضورا طاغيا عبر إصدارة آخر لحظة. كلف بولاية جنوب دارفور عندما اشتد أوار النزاع بها، فقبل التكليف بكل قوة، وكان نموذجا في إرساء التعايش السلمي بين المجموعات المتنازعة، ولقب حينها بالرجل الرشيد. فالرجل إذن يحمل معيار الكفاءة والخبرة الإدارية والقدرة الفكرية لقيادة كيان كالهلال. فإذا كان أنصار الترجي التونسي يقولون ترجي يا دولة، فالهلال دولة عظمى. فهل يستطيع المهندس الحاج عطا المنان الإبحار بسفينة الهلال إلى شواطئ النجاح؟ مرحبا بكم من جديد كل المتابعين. بالتأكيد أمنياتنا بالتوفيق للباشمهندس الحاج عطا المنان والمجموعة التي تم اختيارها لقيادة الهلال في المرحلة القادمة. بداية باشمهندس نرحب بك من جديد، ويمكن دعنا نسترجع الشريط قليلا واختيار أو ظهور اسم الحاج عطا المنان قبيل يعني أو أبان مشاكل الأمين البرير الرئيس السابق للهلال في تلك الفترة، والقبول بالتكليف من خلال إرهاصات وتصريحات مختلفة في الإعلام من هنا وهناك، ومن ثم التراجع عن التكليف وإعلان الحاج عن التنحي نهائيا من الهلال. شكرا جزيلا. الحقيقة إرهاصات الهلال وقيادات الدولة وقيادات نافذة في الحزب وغيره، ولكن معظمها كانت من أقطاب الهلال وجماهيره وكذا، أن نأتي لنعالج هذه الأزمة أو نساهم في علاج هذه الأزمة. ولما كان الواحد مشغول بقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية في حينه، يمكن الواحد لم يقبل التكليف. نعم. وسكتنا حتى لا نزيد الناس إحباط، فأصبح التكهن يعني طبعا الإعلام الرياضي إعلام شفافيته عالية جدا ويبحث أكثر مما تبحث الصحف السياسية. نعم. فأنا كنت أقرأ كلام كثير جدا في الإعلام لم أقوله ولم أشهده. نعم. ولم أدري من أين يأتي هذا الحديث. نعم. يعني ولكن تصريحات منسوبة لك يعني متضاربة. فحين قمت وضحت توضيح واضح جدا في يمكن بعض الصحف بأنه أنا أعتذر عن هذا التكليف لظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي أقوم بها، التي لا تجعل لي وقت، لكن ليس بعدا عن الهلال أو مساعدة في حل مشكلة لهذا النادي العريق الذي يلتف حوله آلاف الملايين الجماهير. نعم. يمكن باشمهندس دارين نسأل برضو عن يعني علاقتك بالرياضة. يمكن في ناس كتار بيتكلموا في انه لم يظهر اسم الحاج عطا المنان يعني في يعني نادي الهلال او ضمن مجموعة الهلال او وسط الجماهير، لم يتردد اسمك في فترة من الفترات، في أي فترة من الفترات، ولكن ظهرت فجأة. أنا داير أعرف علاقتك شنو بالهلال تحديدا، حاسمعك بالتأكيد، لكن خليني أسمع رئيس تحرير صحيفة جون أستاذ مفتي محمد سعيد. مرحبا بك حبابك. مرحبا الأخت فاطمة. نعم. وأحييك على برامجك الهادفة والناجحة أبدا. نعم. وأحيي ضيفك الكريم الباشمهندس الحاج عطا المنان رئيس نادي الهلال، وأحيي مشاهدي قناة النيلين الفتية. نعم اتفضل نسمع. حقيقة يعني كل الهلالات
سعدوا بمقدم الحاج عبد المنان على رئاسة هذه اللجنة، رغم انه زي ما ذكرت انه كلف ثم يعني اعتذر في فترة ما عن التكليف ثم قبل. لكن السؤال اللي بيتبادر للاذهان يعني مشكلة الهلال الأساسية في تقديري هي مشكلة كانت إدارية ومالية. نعم. المال هو يعني العصب الذي يدير هذه الأندية بها، والموال بيحتاج الهلال حقيقة كثيرة جدا لأن ملفات الهلال شائكة، على رأسها قضية اللاعبين الأجانب ومستحقاتهم اللي وصلت كثير منها حتى المدربين إلى الفيفا. نعم. وايضا هو يعني ايضا مشاكل الهلال منشات الهلال، يعني الناس يقارنون بين العرض شمال وعرض جنوب، يعني كل الناس نعم. يذكروا انه جمال الوالي حينما اتى المريخ كانت البدايه بتاعته بالمنشات، والناس لما جاءت هذه اللجنه كل الاتجاه الان انه يعني يريدون منشات لا تقل عن منشات المريخ باي حال من الاحوال، لانه اللجنه هذه اذا نجحت في مساله المنشات ودي حيكون الاساس بتاع التقدم وتطور الهلال. ايضا هنالك ملف شائك للهلال مع الاتحاد الكره، يعني علاقه غير حميده او غير حميمه مع هذه الكره. يعني نسال ايضا هل يعني توفر للحاج عبد المنان هذا المال في ذهن الهلالات انه يقدر يحل كل هذه المشكلات الشائكه، وخاصه احنا نعرف انه التكليف هو محدد ولفتره 6 أشهر عموما. نعم. نحن بنتمنى التوفيق للحاج عبد المنان ولجنه التسيير الهلاليه لقياده هذا النادي الى افاق ارحب، وشكرا جزيلا. شكرا لك استاذ مفتي، كتر خيرك. قبل ما نجاوب عليه كنا نستفسر حول هلاليه الحاج عبد المنان، وخلينا نربطها ببعض الاخبار التي ظهرت في الصحف حول مريخيه الباشمهندس الحاج عبد المنان. طبعا اي انسان في شبابه يرتبط بالرياضة، وإن كانت الرياضة يعني ينبغي أن يمارسها الإنسان طول العمر، يعني نعم، لأنها لا تنفك عن الصحة ولا تنفك عن حقيقة الاقتصاد، ولا تنفك عن المسائل الاجتماعية إلى غير ذلك يعني. وحتى الدبلوماسية تلعب فيها الرياضة دور كبير جدا يعني. أنا حقيقة شجعت هذا الفريق في فترة ما دون تعصب. نعم. يعني حقيقة دون تعصب، فكنت حقيقة أقف معه ولا أتعصب له كثير، بقدر ما أيضا أقدر الإخوة الذين معي من المريخ. نعم. ويمكن عشنا في فترة ما، ويمكن مشيت معاهم حتى مبارياتهم التي كانت يعني يدخل فيها المريخ طرف. ولكن المسألة كلها زي ما قلت لهم في الإذاعة بتاعت الرياضية، قلت لهم أنا أتعاطف مع المورد. نعم. يعني أجد نفسي كده دائما متعاطف مع الموردات دي، باعتباره هو فريق عريق في قلب النورمان. نعم. وينبغي أن يتعاطف الناس معه أسوة بالفريقين ديل يعني. الثالث، حينما تأتي هنالك قيادات وأقطاب وناس يعني يكونوا على درجة من القدرة وعلى درجة من المعرفة والعلم، الواحد بيتنحى له. نعم. عشان كده أنا حقيقة من هذا المنطلق بقول والله الإخوان اللي تعاقبوا على قيادة الهلال في مجلس إدارته وفي يعني إداراته الداخلية ومجالسه المختلفة والمتعاقبة حقيقة كانوا أقدر مني. نعم. عشان كده ما في شيء يخليني أنا أتقدم الصفوف يعني. نعم. ولكن قد يقدم الإنسان في مرحلة ما يكون الحاجة له في حل مشكلة أو هو الأنسب، وفوق هذا وذا قدر الله سبحانه وتعالى يسوق الإنسان. يعني من ريخية الباشمهندس فرية. والله طبعا أنا هذا أنا طبعا علقت عليها في الإذاعة ولا أريد أن أعلق عليها في هذه الجلسة يعني. لكن أنا أقول يعني نحن قلبنا مع الرياضة عامة. نعم. وبنفتكر إنه الرياضة ما مفرغت بهم السياسة والقضايا الكثيرة الشائكة والمقعدة في بلدنا جمعتهم الرياضة. نعم. إن كان الناس يتقاتلوا بالقبائل في بعض بقاع السودان، لكن الرياضة جمعتهم، والهلال جمعهم، والمريخ جمعهم. فأنا هلالابي لا أتعصب، وأقدر وأحترم إخواني في المريخ، وأتعاطف مع الموردة
واشجع كل فرق نتمنى عودة الموردة بالتأكيد إلى الدوري الممتاز من جديد. إن شاء الله. يمكن باشمهندس يعني هناك حديث في بعض الصحف حول يعني أبان تواجدك على ضفة قيادة جنوب دارفور وحين زيارة الهلال إلى تلك الولاية في ظروف كانت بالغة التعقيد أبان الضروبات والخلافات المعروفة. يمكن البعض بيعتقد انه كان شهودا في انه الباشمهندس لم يجد يعني لم يهتم بالهلال ولم تظهر له اي ميول هلاليه او رياضيه يعني في ظل تواجد فريق كبير زي الهلال في ولايته وتحت يعني ضيافته. وكان يعني ان كنت يعني بذات الحديث الذي تتحدث عنه الان لابد ان تكون هناك ايضا حراك يعني فاعل مع المتواجدين في تلك الفتره في ولايتك يعني كفريق فريق الهلال والمجموعه التي قادها السيد صلاح احمد ريس الرئيس الاسبق للهلال. انا حقيقه مارست دخلت في عالم السياسه منذ الثمانينات. نعم. والسياسي في العاده يجبر الموقع ان لا يصنف نفسه. نعم. حتى وين عاطفه دخلت يعني كانه في زوجات مثلا والرسول قال اللهم هذا قسمي فيما املك نعم. لا تلمني في ما تملك ولا املك. نعم. فانت احيانا يكون لك هوى داخلي تجاه يعني واحد من ابنائك او فريقك في الكوره يعني. نعم. لكن السياسه تجبرك ان تعدل بين هذه الفرق وان لا تصنف نفسك او تنحاز. يمكن السبب القوي جدا يمكن ما صار طبعا من الثمانينات لانه انا دخلت عالم السياسه. نعم. وبالتالي حتى في نيال الأمانجو أنا حقيقة استقبلت الإخوة حتى الإخوان ناس يعني قيادة الهلال آنذاك ومجلس ونزلوا معي حتى في البيت يعني في بيت الوالي داخل البيت يعني ما سمحت لهم بالنزول في الفندق وغيره. لكن كجماهير وناس يشجعوا الهلال ويشجعوا المريخ ويشجعوا كثير من غروب الرياضة هناك طبعا لم أصل أي انحياز. ذلك يمليه علي الكرسي اللي انا قاعد فيه. نعم. لا ينبغي ان انحاز في تلك اللحظه ولكن اوفر لهم الجو المناسب واترك الامر للجمهور وللمحبين وللمشجعين وللاخوان الذين وحين لم احرم الوزراء يعني حتى الوزراء ما حرمتهم من انه يبدوا يعني رغبه او تعاطف او تأييد او تشجيع ولكن انا شخصيا وقفت في اتجاه الهلال. نعم. خلينا نتكلم برضو حول اختيارك يعني رئيس لنادي الهلال بعد تدخلات تأكيد كريمة من رئاسة الجمهورية والمجموعة التي اختيرت لتكون معك في هذا التوقيت. هل بتعتقد أنه يمكن أن تكون هذه المجموعة التي سميت بمسميات مختلفة يعني جنرالات أمراء مجلس وزراء والبعض تحدث حول أنه نادي الهلال الآن أضحى نادي المؤتمر الوطني؟ والله طبعا أنا يعني عضو الاتحاد الكرة الطائرة على المستوى الأفريقي ورئيس المنطقة الخامسة كان هناك يعني اجتماع لاتحاد الكرة الطائرة أو مؤتمر للكرة الطائرة لكل أفريقيا كان عندنا هنا في الخرطوم. نعم. اختير فيه رئيس اتحاد الكرة الطائرة على مستوى الأفريقيا. نعم. وجاء رئيس الاتحاد الدولي وكان رجل صيني فقال يا اخواننا لابد ان يفهموا ان اذا اردنا للكوره وكان نائبه برازيلي فقالوا الاثنين بلسان واحد اذا اردنا للكوره وللرياضه ولكل شيء ان يتقدم لابد للدوله ان تكون راعيه ولا بد ان تساهم ولا بد ان تدفع. نعم. وبالتالي لا تنفك. الهلال لم يحسب على المؤتمر الوطني. من داخل المؤتمر الوطني هنالك من هم هلالات وهنالك من هم مريخات. نعم. وهنالك من هم مورداب وهنالك من هم اهلي وغيره. لكن واجب الحزب الحاكم كحزب ان لا يترك فراغا عبر دولته عبر مؤسساته، يترك فراغ يؤدي الى فوضى او يؤدي الى انهيار او يؤدي الى احباط وسط جماهيره ديل. يعني ادناها الجماهير ديل يشعروا بانه والله الحزب ده او الجهه دي مهتمه به من باب المسؤوليه الاخلاقيه. نعم. والمسؤوليه السياسيه والمسؤوليه القياده الموجوده في البلد. نعم. وبالتالي انا شاعر انه ليس كذلك الناس بيتهموا انه قول الحيطه منهم، انا مؤتمر وطني ما في شك وزول مسؤول في المؤتمر الوطني. نعم. ولكن هذا لا ينقص من قدر الهلال ابدا يعني. نعم. بل بالعكس انا افتكر قد يضيف
قد يضيف إلى الهلال الكثير والكثير جدا يعني. نعم. خلينا نسمع يعني سياسي يعني بلون ازرق الاستاذ الزميل عبد اللطيف البوني. مرحبا بك حبابك. عليكم السلام ورحمة الله يا فاطمة. مرحبا بك. واهلا بالباشمهندس، لكن انا ما سافر طبعا، انا كاتب. نعم تفضل نسمع. لكن ممكن تقول علي الذي قلت الذي متعصب ولا انا ممكن تقول عليه الذي من منازلهم يعني. نعم. اول حاجه انا ارحب بك وارحب بضيفك الكريم الباشمهندس الحاج عطا المنان. نعم. افتكر انه يعني الاخ الحاج المفروض ينبغي ان يعلم، واعتقد انه يعلم انه المسؤول الهلال هو المسؤول عن عافيه الكره السودانيه. يعني صلاح الكره السودانيه لن يتم الا بعافيه الهلال يعني. نعم. فاي زول مسؤول عن الهلال يعني كليا مسؤول عن الكره السودانيه وجزئيا عن مسؤول عن الهلال. النقطه الثانيه وجود شخص للحاج عطا المنان قادم للقطاع الرياضي من خارجه. انا افتكر انه سلاح ذو حدين. اما انه يجي بنظره جديده الزول من برا الغابه بيشوف احسن من الزول الداخله، ممكن يطور العمليه الرياضيه بغير الادوات الان المتاديه لتدنيها. ده بافتراض انه الوضع الرياضي الان متدني، اذا افترضنا ذلك يعني. نعم. فمرات الشخص القادم من برا قد يكون جاهز لكل حاجه او قد يمتلك النظره اللي تؤدي لتغييره. الان من علل المجتمع الرياضي الان انه الاداري الناجح هو الذي لديه المقدره على ضخ الاموال في العمليه الرياضيه، وينبغي ان يكون متعصب شديد يعني. الان كلامه ده في بعض الهلالات حيوصل عليه انه ما متعصب للهلال او انه ما عنده حساسيه ضد المريخ او كده، لكن هي ما مهم، وممكن يثبت العكس ويؤدي عمل كويس تديه صحه نظريته دي. نعم. في مخاوف برضه بيتجاز مع الحاج عطا المنان ذكرتها انت قبل شويه استاذه فاطمه. نعم. فانه قد تكون محاوله من المؤتمر الوطني لتسييس العمليه الرياضيه. نعم. والاجابه بتاعته الفاتت بتاعت الباشمهندس انا افتكر محتاجه لمزيد من التوضيح يعني. ما ازالت كل الموارد، لانه الرياضه دي نشاط اهلي المفروض تستمر بآليات العمل الرياضي، تكون بعيده عن السياسه، ما مرتبطه باي وضع سياسي. نعم. من حق المؤتمر الوطني او المؤتمر الوطني يكون سياسي او مريخي ما تعزل عليه، لكن الرياضه دي المفروض عندها شخصيتها الغيمه بذاتها. نحن محتاجين بعدها للرياضي اللي بخلي الرياضه تستغنى عن الدوله، تستغنى عن السياسه. فالشيء الماشي الان ماشي اكثر لربط السياسه الرياضه بالسياسه، وانا افتكر دي خطوره. فانا بفتكر حاجه عطا المنان واتمنى عليه واثق في انه ممكن ننجح في ذلك، انه يبعد الرياضه عن السياسه بنجعل الرياضه مستقله ماليا بقدر الامكان. نعم. وشكرا جزيلا. كتر خيرك. شكرا. احنا حنجاوب على الناس دي لكن لحد ما نخلص اسئلتنا، ويمكن في السؤال المحوري اللي هي لجنه ربط السطح. يمكن الناس اتكلمت كثير حول تفكك النسيج الاجتماعي في الهلال. يمكن دي واحده من الازمات الحقيقيه اللي عانى منها الهلال فتره طويله جدا. وعلمنا انه في الاجتماع الاول قد تم يعني وضع لجنه برئاسه رئيس نادي الهلال للحراك مع الاخطاب، مع الاعلام، حتى مع الجماهير، في انه لابد ان يعود الهلال باهله، يعني يكون في هناك تماسك مجتمعي بشكل اكبر مما كان حتى تعود عافيه الهلال من جديد. نحن بنفتكر انه اكبر مشكله هي الخلاف الذي حدث الان. نعم. والخلافات دي الخلاف ذاته مفسده كبيره جدا. نعم. اكبر مفسده تواجه الان الهلال من ناحيه اداريه من ناحيه تماسك هو هذه الخلافات. نحن حقيقه بنفتكر انه لابد للناس اولا يتغير الفهم كاملا. الكلام اللي قاله الاخ دكتور البوني في انه الذي ياتي من خارج الغابه ينظر، نحن حقيقه فعلا اتينا من خارج الغابه وكنا ننظر اليها بحصافه شديده جدا وعن قرب. نعم. وبنفتكر ما آلت اليه الامور الان بهذه الصوره. يعني ينبغي للناس ان يجلسوا مع بعض على صعيد واحد. ما الذي يجعل هذا الخلاف يتعمق ويتجذر بهذه الصوره؟ طيب اذا كان انت الليله داير الحي عطا المنان يكون هلالابي متعصب، وين الهلالات؟ طيب الى اي الاجنحه داخل الهلال تريد ان يكون الحي عطا المنان؟ نعم. هذه مساله لابد للعاقل ان يتحدث فيها.
هذه العصبية التي ينادى بها التعصب شديد جدا لا يجعل الإنسان حصيف في النظرة أو متوازن في تناول القضية. نعم. إذا أنت أصلا بقيت متعصب جدا لأي شيء، تتعصب إلى فريقك مبدأ، ثم تتعصب إلى قبيلة داخل الفريق، ثم تتعصب إلى خشم بيت داخل القبيلة. وبالتالي أنا شاعر إنه الهلال ده ما مجموع حول صعيد واحد. يعني الناس نسوا قصة هلالنا الكبير ده زي ما الآن حاصل علينا في السودان عامة. نحن نسينا السودان كله كسودان، ونسينا إحنا سودانيين، بقينا نتكلم عن قبائلنا. نعم. أنا كده وأنت كده، حتى نكاتنا، واحد شاي واحد ضنقلاوي واحد جعلي واحد كده. وهذه القضية الآن قضية مقعدة جدا وقضية خطرة جدا. فالانتماء لا يعني التعصب، والتأييد لا يعني العصبية التي تخرج الإنسان من طوره. فأنا أفتكر أكبر مشكلة الآن في الهلال هي العصبية التي تدخل داخل الهلال في شلل وفي كيمان وفي ناس متفرقين ومتناحرين. إذا دخل زيد من الناس خرج عبيد من الناس. نعم. وإذا أوكل الأمر لهذا تجد الثاني ابتعد ذاك. نعم. فنحن الآن دايرين نقول يا جماعة، حق أول حاجة ما هي الأهداف الكلية؟ الأهداف الكلية أنه يكون هنالك فريق أو مؤسسة الهلال. هذا الهلال ينبغي كلنا نقف تحته. ليه؟ لأنه والله بيؤدي للأهداف 1 2 3 4 5 وللمقاصد السامية 1 2 3 4 5. نجمع على هذه الأشياء وأن نختلف في الوسائل وفي بعض الممارسة، وأن لا يفسد ذلك الود قضية. نعم. يا أخي أنا حضرت اجتماع، أنا ما طرف في صراع. نادوا واحد من الناس قال لا لأنه فلان قاعد أنا ما بجي. قلنا يا أخي تعال قول رأيك، تعال قول لي فلان يا أخي أنت لأنك أنت قاعد أنا ما بتكلم. لكن يا أخي أهم شيء نحن ناس مسلمين يعني، ولو قلنا ناس ما مسلمين حتى في الإسلام ذاته يمكن نحسب على الناس المتعصبين. يا أخي إذا دعاك فأجبه. نعم. أول حاجة قال حق المسلم على المسلم 5، إذا دعاك فأجبه. طالما دعاك تعال، بعدين تعال قول لي فلان أنا والله أنت قاعد فلان أنا ما بتكلم. لكن كونه تكون هذا التعصب الشديد لكيمان، فنحن اللجنة دي الحقيقة دايرين نغني عن الناس ونلم الناس على صعيد واحد تحت أهداف واحدة نسعى فيها بين الناس بالحسنى. لكن أنا ما أقول نحن الناس الوحيدين ممكن نعمل هذا الشيء. هنالك أخطاء وقيادات أمثال الإخوان اللي تكلموا، إخواننا في قناة جوهر والدكتور البوني وغيره، لا بد في أقلام وفي شغلهم عشان يعملوا على ما يصلح ويلم الناس. نعم. إذا اتفق أهل الهلال حيكون الهلال قوي جدا، لأنه حيكون العدد كبير جدا، حيكون الدخل كبير جدا، حيكون المال كثير جدا، حيكون الإدارة كثيرة جدا، حتكون القيادة متماسكة جدا. نعم. هذه هي الأشياء اللي نحن دايرين اياها. عشان كده قامت هذه اللجنة، ونفتكر هي أهم لجنة، والآن من اليوم حتبدأ هذه اللجنة في التواصل مع الناس عشان نجمع هذه الفئات. اثنين، برضو أنا داير أحذر من حاجة واحدة. في ناس كتار جدا يساوقوا على الكلمة ويساوقوا على كثير من الخلاف، ولاقين ضالتهم في هذه المسألة. هذه الفتنة القائمة دي في ناس لاقين ضالتهم في النص، يد النقار عصا والمناح عصا. أنا شاعر إنه دي الحق برضه أن يتقوا الله في الناس يا أخي، يتقوا الله في إخوانهم في فريقهم، يقدروا يلموا نفسهم، يكونوا ناس متماسكين يمشوا لقدام. نعم. هذا طرح أنا أفتكر إنه مبدئي جدا، وأنا من هذه القناة ومن هذا المنبر أدعو كل الناس اللي لهم علاقة بالهلال يتعصبوا له أو يؤيدوه عن عدل وعن توازن. أنا بقول نحب يا أخواننا نجمع نفسنا عشان نقدر نخرج نفسنا من هذا المأزق الكبير ونمشي لقدام إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. فينا أحد بإذن الله. خلينا نقول ألو مرحبا الزميل الرشيد علي عمر الأسياد. مساء الخير، تحية أستاذة فاطمة، تحية الأخ الباشمهندس رئيس مجلس إدارة نادي الهلال. نحن كلمة لجنة التسيير دي بنشعر إنه دائما هي بتصغر مقامات الرجال. نعم. فنعتقد إنه مجلس إدارة نادي الهلال كلمة شاملة وكاملة ومفخمة وبتدي الناس قامات الحقيقية. نعم. تحية لك يا باشمهندس وعلى طرحك الجميل اللي تتكلم به، وأنا الحقيقة التحقت بكم أخيرا
وسمعتك تتحدث عن لم الشمل وتتحدث عن الوئام وتتحدث عن توحيد الرؤى، وهذا هدف نبيل، وانا اعتقد ان كل الهلالات حيكون على قلب رجل واحد لاجل تحقيق هذا الهدف الثاني النبيل. نعم. انا اول شيء بنرحب بكم، انتم ما بنقول انتم جدد في الهلال، انا بفتكر انه الهلالات بالكثر، يعني ربما الاعمال والمشغوليات والمهام بتمنع الناس من انهم يكونوا في المشاهد الصداريه، ولكن حينما يعني ياتي النداء جميعهم يلبون وياتون ويقدمون الضريبه على احسن ما يكون يعني. نعم. الاخ الباشمهندس، انا اتمنى ان يضع مجلس الهلال الموقر كأحد الأهداف المرسومة في المرحلة القادمة هي كيفية الانعتاق من جيوب الأفراد. نعم. ما عانى الهلال إلا من أن الصرف دائما قادم من جيب واحد أو جيبين، وإذا كان هنالك تشرذم وحتى انفلات في الطرح وتشاحن، أنا أعتقد أنه قادم لأن أساس الصرف الفردي هو داء لا بد أن نقضي عليه جميعا. واتمنى وانت الرأسمال المعروف والرجل الناجح في معظم المشاريع المطروحه الوطنيه انك تتبنى لنا كيفيه المساهمه الجماعيه، كيفيه تمزيق هاجس جيب الفرد الواحد. نعم. احنا لصيقين جدا بمعظم الفئات الهلاليه، ودائما الواحد لما بيسالك سؤال مباشر، يا اخي انا والله نفسي اقدم للهلال ده حاجه، لكن ما عارف الطريقه كيف اللي بقدم بها. في اشياء بسيطه، نحن يد ليد بترجع بعيده، نحن لو وضعنا قيمه رمزيه ب 5 جنيه 10 جنيه وعملنا عليها شغل دقيق ومنظم، انا بفتكر انه حنحقق مقوله الاقتصاد اللي قبل كده اتكلم قال الهلال ده يعيش في بركه من الاموال الهائله جدا، فقط يحتاج الى الصياد الماهر واللي بيحتاج للسناره. نعم. انا افتكر انك يا باشمهندس بمعرفتنا بك البسيطه في الفتره الاخيره دي والله نحن نحشم فيك خير وبنرى فيك صياد ماهر، واعتبر من هنا لقدام شعب الهلال ده هو السناره بتاعتك. نعم. اقعد في بركتنا دي او في محيطنا ده واقعد اصطاد لنا يلا هذه الدولارات اللي حتجعل من الهلال ده ان شاء الله كما يراود كل الاهله في المخيله. نعم باذن الله. لكم التحيه. شكرا لك. خلينا نضيف دل، انت يمكن تحدثت في فتره سابقه باشمهندس حول الاعلام، وقلت انه الاعلام يثير الكراهيه في كثير من الاحيان، وخلينا نربطها بسؤال الاستاذ الرشيد علي عمر في كيفيه الانعتاق من جيوب الافراد والاستثمار المرجو في الفتره القادمه. اولا انا اقول لابد الاعلام ان يقود دور ايجابي، وانا يعني على راس احدى هذه الصحف السياسيه والرياضيه في ان واحد، يعني اللحظه صحيفه في 3 صحف، وانا حقيقه اطلب منهم اولا ان يعملوا على يعني شحذ الهمم نحو الوحده ونحو البذل والعطاء وسمو الاخلاق وغيرها، حتى نجذب كثير من الناس الى داخل هذه الرياضه عامه والى هذه الفرق العملاقه على راس الهلال. نعم. الان انا اي زول بلاقيني كثير جدا من الناس مؤثرين جدا نافذين جدا قيادات اجتماعيه كبيره جدا يقول لي يا اخي دخلك الحكايه دي. نعم. الحكايه دي ما بتشبهك. يا اخي الحكايه دي مجتمع عجيب، المجتمع ده وصفه كده، المجتمع ده وصفه كده. فانا كنت بقول لهم يا جماعه ده ما جزء من المجتمع حقنا وجزء كبير جدا. لو انت عندك ولد في البيت يا اخي متخلف والله يعني ابوك ذاته بلغ بالعمر عتيه وكذا، لازم تلمه. دي مجموعه كبيره جدا من شبابنا وابنائنا واخواننا وبناتنا، لابد نلمهم ونسوقهم في اتجاه القيم الفاضله. نعم. هذه كانت يعني بعض الرسائل اللي الواحد يمكن يقولها يعني. نحن حقيقه نفتكر انه اذا كان الانسان على المستوى الشخصي بيمشي شركه بتنجح، انا بزعل جماهير الهلال كلهم، يا اخي انتوا قبل الكم ده كله ما تقدروا توفروا لكم حق فريق؟ شركه دكان ممكن يكون ناجح جدا في السوق الشعبي. نعم. بهذا الكم ما يكون الناس يقدروا يوقفوا 1000 نفر 2000 نفر يعملوا شركه مساهمه عامه ولا حاجه، والله ايا كان شكل المساهمه يمشوا لهم فريق. وانا اقول لك بصراحه جدا الموضوع ده بسيط جدا. الموضوع ده بسيط جدا اذا الناس هدأوا وجلسوا
وتفاكروا في رأي جماعي. الموضوع ده شق فني لمناشط داخل نادي معين على رأس كرة القدم، يجوها الفنيين المؤهلين. وشق مالي إداري، ينبغي أن يخلق هنالك سيستم إداري جيد مع طريقة لكسب المال وجمعه بالطريقة الحلال والمشروعة والمعروفة، ويمكن أن تكون هذه الطريقة فعالة جدا تجعل أي شخص، أنا أقول الأخ الرشيد، هذه المؤسسة أنا على ثقة ممكن بجماهيرها وبأخطابها بإمكانياتها يكون عندها من القدرات المالية والإمكانيات أن تجعل أي شخص إن شاء الله ما عنده جنيه لكن عنده إبداع وعنده فكر وعنده معرفة يجلس على رأسه ويدير إدارة صحيحة. أنا أفتكر الآن نحن تحدينا في هذا المجلس المحدود المهام المحدود المدة الزمنية إنه نضع هذا الفريق وهذا النادي وهذه المؤسسة في طريق بداية طريق تجاوز هذه الخلاف. نعم. ولا بد أن أقول أنا أسمن دور الذين سبقونا. نعم. على رأسهم الأمين البرير وصلاح إدريس وطاع البشير وكل الذين تعاقبوا على هذا والإخوان وكل الذين جاءوا في المجلس كأعضاء. أنا أسمن دورهم تماما وأحفظهم حقهم تماما جهدا ومالا وفكرا ووقتا، وأقول نحن ما حننطلق من فراغ، نحن حننطلق من حيث هم بدوا وكل مجهودهم يعني نحن مقدرينه، وأسأل الله سبحانه وتعالى ربنا يوفقنا وإياكم. نعم. الديون يمكن وخلينا نربطها بسؤال رئيس تحرير صحيفة جون الأستاذ مفتي، بأنه قال أزمة الهلال لفترة طويلة كانت إدارية ومالية، تحدث عن أنه هل هناك ضمانات يعني وهل هناك فعلا في أموال يمكن من خلالها الحاج عطا المنان ومجموعته في أنه يعني يحققوا إنجازات مستحقات اللاعبين، ديون الفيفا يوسف محمد قارزيتو أيضا كامبوس، كثير من الاستفسارات اللي في الفترة اللي فاتت ظهرت حاسمعك بالتأكيد، لكن خلينا نسمع مستشار تحرير صحيفة الدار أستاذ مبارك البلال. مرحبا بك. مرحبا أستاذة فاطمة، وترحيب خاص جدا بباشمهندس الحاج عطا المنان الذي نتشرف بأن يكون رئيسا للهلال والرجل الغني عن التعريف. نعم تفضل نسمعك. باشمهندس الحاج، يمكن اخونا الاستاذ كمال افرق بين اتصل بي يفتكر انه خطوره الهلال في اعلامه. نعم. كيف الناس توحد اعلام الهلال، واعلام الهلال اعلام خطر جدا واعلام صراعات بصراحه يعني. نعم. لانه الهلال ما زي المريخ. الهلال فيه معارضه، لاي رئيس بيجي فيه معارضه. نعم. ده السؤال الاول، كيف انه هو هيتوفق انه يجمع هؤلاء الناس المختلفين مع بعض؟ وانا بفتكر دور الاعلاميين اخطر من اللاعبين، لانهم الاعلام ده احيانا بيؤدي الى الفرقه والشتات، والناس داير الهلال ده يتلمع. الحاجه الثانيه، جماهير الهلال خايفه من التعيين السياسي، يعني بيفتكروا انه المجلس ده تعيين سياسي يعني. كيف انه حتكسبوا ثقه جماهير الهلال وتخلوهم انه ما يتخوفوا انه النادي يتسيس لاشياء محدده للحزب الحاكم اللي بينتمي له الشخص الجميل؟ وشكرا جزيلا. شكرا لك يا باشمهندس. احنا نلملم الحوار لانه زماننا يعني الزمن بيسرق فينا. انا اتكلمت عن استفسار رئيس تحرير صحيفه جون الاستاذ مفتي محمد سعيد، ازمه الهلال اداريه وماليه، ويتكلم عن ملفات شائكه، مستحقات الاجانب، يمكن تطمينات حول مستحقات الاجانب والفيفا والديون وخلافه، وايضا المنشات، وهل هناك ضمانات، وهل هناك فعلا مال كافي للجنه التسيير؟ والله انا اول حاجه ابدا بالحديث الاخير الذي ذكره الاخوان في صحيفه الدار مبارك البلال. مبارك البلال واحييه. حقيقه والله نحن مكونات، حقيقه راينا في لجنه رابط الصدع دي مكونات الاعلام وروابط الهلال بمختلف مسمياته واقطاب الهلال وقيادات الهلال ينبغي ان نصل الى الحد الادنى من الاتفاق. نعم. وانا اناشده باسم الاسلام يمكن في مبادره من الاستاذ كمال افرق والسودان. نعم. والهلال، انه يا اخوان كلكم الذين تحدثوا ومحسوبين على الاعلام الهلالي او على كل الاعلام الرياضي، ارجو ثم ارجو يا اخواننا قودونا كده يعني مبادرة لجمع هذا الصف. نعم. ونحن وراكم، نحن ما نقول قدامكم، نحن وراكم، لأنه الإنسان لو اعتز بنفسه بيكون فشل. نعم. ولو تفرد برأيه بيكون ضاع.
فنحن نقول تمامة العقول في العقول. طالما هم الإعلام وعارفين مشكلة الهلال هي الإعلام، فأنا أرجو الحد الأدنى أن ننقد بعضنا، لكن ننقد بطريقة يعني بناءة، وأن ننقد بطريقة فعالة، وأن ننقد بطريقة مهذبة، وأن ننقد بطريقة لا تفسد يعني الود علاقاتنا طبيعي. الاجتماعية وودنا لبعضنا البعض. هذه واحدة. اثنين، بالنسبة لقضية الديون وما أدراك ما الديون وحقوق الناس، أنا أقول نحن مسؤوليتنا الأخلاقية، نحن حقيقة جينا كمجلس تسيير، لكن حقيقة معينين من الحكومة، نعم. والحكومة اللي لازم تستشعر دوره في إنها لا تترك فراغ يسبب حرج أو يسبب قضية أمنية أو يسبب حقيقة يعني إحباط لجمهور عريض جدا. لو مسكت المؤتمر الوطني ده في نصه بتلقى نص المؤتمر الوطني ولا تلتينه هلالات والتلت الثاني من الرياخات، والله العكس. ومحمد طه احمد كان عنده مقول الله يرحمه، نعم. يقول الشعب السوداني كله هلال، لكن من الرياخات ديل هلالات زعلانين. فانا داير اقول انه يعني نحن حقيقه القضيه يا اخواننا السياسه مهما دخلت في شيء دون اتزان تفسده. نعم. انا حقيقه ضد يعني السياسه تدخل بصوره صارخه في الرياضه، يمكن ده سؤال الاستاذ البوني، أو تسييس تدخل العمليه في قضيه الرياضيه. الاداره الاهليه، نعم. او تدخل حتى في الدين والتصوف وغيره. انا افتكر هذه المسائل لا. لكن مسؤوليتهم كناس في قمه السلطه وناس مسؤولين عن فتره في التاريخ لابد ان يحفظوا القانون ويحفظوا علاقات الناس ويحفظوا الحمايه. يعني ما اقدر اقول لمباراه قايمه في الحصاحيصه يا معتمد الحصاحيصه ما توفر الامن لو الناس الشاكله. ما اقول للحصاحيصه يا اخي لازم توفر لهم الطريق. لازم معتمد الحصاحيصه يشرفنا ان يحضر هذه المناسبه حتى لو كانت اي شيء يعني. وبالتالي انا اقول حقه لا نخلق ايضا توهم في العداء بين السياسه والرياضه، يعني ما نتوهم هذه المسائل. اجي لقضيه المال، انا والله واثق في جماهير الهلال. نعم. واثق في اقطاب الهلال، وواثق في روابط الهلال. بالقليل ده نحن حنحل كثير جدا من مشاكل الهلال الماليه. واقول للتاريخ من ناحيه اخلاقيه ومسؤوليه تكليف ومسؤوليه شخصيه في شخصي والاخوان المعاي في المجلس، نحن لن نترك اي قضيه الا نقف عندها. ملزمين بالديون او ملتزمين بالديون؟ ملزمين نقيف عند اي قضيه ونقاتل فيها ونجاهد في اي زول عنده حق نحن نثبت له. لو نحن حليناه مرحب، لو حلينا 50% منه حسن، لو ما قدرنا نسلم الذين يلون نقول له فلان ده عنده حق على هذه المؤسسه. هذه مؤسسه اعتباريه ذات شخصيه اعتباريه اسمها الهلال. نعم. وبالتالي نحن لن نتنصل من حقوق لاعب ولا موظف ولا اداري ولا عامل نقول والله ما عنده حق، لا ابدا عنده حق يثبته. عندنا نديه، ما عندنا نصبره، نمشي معه للجهه المعنيه، نعتذر له، نأسف كله نسويه، لكن لا نقول والله نحن دي ما مسؤوليتنا، لا ابدا. نعم. حتى ان كانت منذ عناصر الهلال نحن جاتنا قضيه طالما احنا في موضع المسؤوليه ننظر فيها. نعم. ونقول فيها الراي الصح وبعد ذاك نترك ان شاء الله للذين ياتوا من بعدنا انه هذه قضيه ينبغي ان ينظر فيها. نعم. ونحن امه لا تلعن بعضها، يعني انا ما بجي العن الزول اللي قبلي، لا انا جزء منه. نعم. واكمل ما بداه. شكرا. نعم. الزميل خالد ابو شيبه، مرحبا. السلام عليكم. نعم. يمكن احنا زماننا انتهى. خالد اتفضل. نعم. بنلملم في الاطراف، اتفضل نسمع. مرحبا، الله يخليك. تحيه لك واستاذه فاطمه، وتحيه وتهنئه يعني خاصه لضيفك الباشمهندس الحي عطا المنان بمناسبه نيل وشرف الجلوس على مقعد الرجل الاول بالهلال. وده شرف كبير جدا يعني ما بيناله الا الكبار على الفكر والفهم والطموح. نعم. انا حقيقه من كل قلبي اتمنى انه الباشمهندس يعيد للكرسي لكرسي الرئاسه بالهلال هيبته، ويعيد نعم. للهلال مكانه الريادي والقيادي. سؤالي انا هل سيتغير الحاج عطا المنان ومجموعته بالتكليف الوزاري لمده 6 شهور فقط ويجهزوا لجمعيه عموميه نزيهه وخاليه من اي غرض امامنا سنشاهد انتاج جمال والي جديد بالهلال؟ نعم. خصوصا وان هنالك همس يدور الان وسط الاهله وكل المتابعين بأن المجموعة الحالية تخطط ومن خلفها المؤتمر الوطني للبقاء بالهلال وبكل الوسائل على طريق جمال الوالي. نعم. سؤال ثاني لأخونا الباشمهندس،
يعني بكل صراحه كده، لو المريخ بيمر بنفس الظروف اللي بمر بها الهلال الان وتم تكليفك برئاسه نادي المريخ، هل كنت حتقبل؟ شكرا جزيلا. شكرا. باشمهندس، إنتاج جمال الوالي جديد في الهلال، هل ستقبل برئاسة المريخ إن كان المريخ في ذات الوضع؟ وعلاقتكم نفسها بالمريخ وتجديد الاتفاقية؟ أولا بالنسبة نحن لجنة تسيير محدودة المهام، محدودة الزمن والتكليف، وأنا أطمن كل الإخوان إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني رغم أنه أنا ما كنت عايز أتكلم في هذه الأيام أصلا، عايز أجي بعد شهر، بعد 21 يوم، لا أطرح كثير جدا من البرامج وأديهم تواريخ محددة جدا، لكن إن شاء الله نجي. أقول لهم لن تزيد مدة التكليف، وإن شاء الله نحن عازمين على إخراج جمعية عمومية بنسبة ديمقراطية عالية جدا وشفافية عالية جدا. ساعدوني يا أهل الهلال بالتصالح. نعم. بس اتفقوا وتعالوا، أو على الأقل اتفقوا على أنهم تديروا يعني جمعية عمومية بطريقة يعني حضارية. نعم. نحن الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى نقول له اطمئن، ما حيحصل أي نموذج جديد. نعم. وإن كان نموذج جمال الوالي، يعني أنا بفتكر جمال الوالي رجل صديق نجح نجاح كبير. نعم. وحقق الكثير في منشآت المريخ. نعم. وأضاف وتعب وعمل، وجماهير المريخ لها حرية تختاره. نعم. يعني احنا ما بنقول والله جمال الوالي في المريخ، نحن ما دخلنا معاهم ولا ادينا صوتنا يعني. فدي جماهير المريخ لها ما تشاء كيف تختار جمال الوالي مره ومرتين وثلاثه، وانا احييه يعني. لكن انا لو انا حقيقه التكليف الذي كلفت به لنادي الهلال جاء بطريقه يعني فيها كثير من التداعيات والناس قروها يعني. وحتى يعني انا اقول لكم فترتي بالهلال هي هذه الفتره ان شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. بطريقه ان شاء الله الناس يشهدوها ويروها، واتمنى انه نتوفق نحن والاخوان يعني. نعم. اما تكليفي للمريخ بقول لا. وعلاقتك بالمريخ نفسها او اتفاق يعني انا علاقتي الاتفاق يعني الثنائي، اذا كلفت برئاسه المريخ بقول لا. نعم. الاتفاق ذلك الثنائي لان الشيء الداخلي نعم يبرز في هذه اللحظه. نعم. الاتفاق الثنائي ما بين المريخ والهلال التجديد له هل شامل للاعبين مطلوبي الصراحه؟ والله انا لم اطلع عليه، ولكن بطلب انه هذا الاتفاق انا ما قريته تفصيلا، لكن بقول هو حدثونا عنه وسمعت عنه قبل ده وسعدت به جدا اكثر من مره. نعم. فانا بقول ينبغي ان يكون الاتفاق هو اتفاق مؤسسات وليس شخوص. نعم. طالما وقع اتفاق بين الهلال والمريخ ينبغي ان يستمر، سواء الحياه طمنان ولا جمال الوالي ولا صلاح ادريس ولا طاهر ولا يزول. نعم. لازم اتفاق تم بمؤسستين. نعم. لا ينبغي ان يربط بالاشخاص، يعني زول مات ولا فات معناه بس هو الواقع يقول لا، لا. عشان كده انا قبل لما قلت لكم الديون والتزاماتنا وكده. بالنسبه للمنشات الاخوان في سارونا قبل ان شاء الله ترى ما تغرى عينك. نعم. يمكن الكنترول بيستأذننا في انه رئيس اتحاد الدمازين حسين عيسى زايد طلب مداخله عبر هذه الحلقه، خلينا نسمع يا باشمهندس. نقول مرحبا. المغرب مش فاتح؟ نعم. الو مرحبا. الو. وعليكم السلام، اتفضل نسمعك. الو. الآن نحييكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق اللجنة التسييرية لنادي الهلال نعم. في أداء مهامها الموكلة لها. نهني ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجنة، وبخاصة لابني ولاية النيل الأزرق ممثلة في شخص رئيس اللجنة التسييرية. نعم. واللواء يحيى، فهما من أبناء ولاية النيل الأزرق. نعم. سؤالي الأول للأخ الرئيس: متى سيكون الهلال هلالا في سماء الدمازين؟ نعم. 2. يخطط الاتحاد المحلي نظرا لغياب الهلال من أداء المقابلة اللي كانت مرسومة بينه وبين المريخ، نخطط نحن لاستضافة أندية من إثيوبيا وجنوب السودان ويوغندا. نعم. هل يمكن أن نحصل على موافقة
رئيس اللجنة التسييرية الآن بأن تكون هذه المباريات أو الدورة في بداية العام القادم؟ نعم، شكرا لك يا أستاذ، كتر خيرك. نحن حلقتنا انتهت، وسؤال يمكن حيكون ختامي للباشمهندس كاس السودان واتحاد علاقتكم بالاتحاد، وأيضا بعد ذاك يعني الهلال هل سيكون في الدمازين في الأيام القادمة تعويضا للجماهير التي وللبنى التحتية التي تمت أيضا في تلك الولاية، والأهداف بالتأكيد الرياضية وخلافه بالنسبة للجماهير هناك؟ الاتحاد السوداني كرة القدم على رأس الدكتور معتصم جعفر، أنا أحييهم وأقول نحن علاقتنا بهم بكل المستويات علاقة جيدة. نعم. وليس هنالك عداء ما بين هذا الاتحاد والهلال، لأن الهلال جزء من فرق هذا الاتحاد، يعني هو راعي وهو منظم وهو الجهة التي تقوم على كرة القدم في السودان، يعني فنحن نحترمهم احترام شديد جدا ونقدرهم ونحييهم كذلك. نعم. نحن حقيقة بالنسبة لي كرة كأس السودان، أنا والله حقيقة لأني أشرف سياسيا على النيل الأزرق، حزنت جدا إنه لم يكن الفريق الهلال هناك. نعم. لثلاثة أسباب. أولا أنا أؤيد الهلال أن يذهب. نعم. وأحبه جدا. وثانيا هذه المباراة تهمني من ناحية سياسية. وثالثا لها بعدها العالمي والقومي أن النيل الأزرق آمنة. نعم. وفيها سلام. لكن حصلت يعني مستجدات، حقيقة حصل فراغ إداري في الهلال، وكان عمليا لا يستطيع فريق الهلال أن يذهب إلى الدمازين. فأنا اتصلت على المستوى الشخصي بالأخ الدكتور معتصم جعفر، قلت له يا أخي نحن استلمنا الآن وينبغي الآن اللحظة دي الفريق يكون معكم، لكن يا أخي الفريق ده الفراغ الإداري الذي حدث ما موجود. نعم. وغير يعني مش ما موجود على الأرض، لكن ما يعني ما متماسك الآن، جهازه الفني ما رتب، ما كده، يعني في كثير من التداعيات الداخلية والمشاكل. فأرجو أن تؤجل هذه المباراة. هو قام قال له والله يستحيل ذلك، لأنه هنالك توقيتات عالمية وارتباط الفريق القومي وبعض كده وكده، فذكر بعض الأسباب. فقلت له يا أخي نحن الآن الفريق ده موجود، لكن ترتيباته غير مكتملة، فنحن ما عندنا الآن الصفة أن نخاطبك بها، لأنه لم نستلم حتى هذه اللحظة. اللحظة ديك يا دوب نحن لنا ساعة من ما أعلن القرار يعني. نعم. وليس لنا صفة وليس لنا ورق مروس ولا ختم ذلك عشان نكتب لك له يا أخي، لكن أنا بتكلم معك بصفة شخصية وبعد أخرى يعني. فهو قدر هذه المسألة في لحظتها، وقلت له، فاتصلت أيضا بوالي النيل الأزرق وشرحت له ذات الظروف. نعم. أنا أقول فريق الهلال لم ينسحب ولكن طلب تأجيل. نعم. الثاني وعدنا والي النيل الأزرق، وأنا أعد أخونا أيضا حسين عيسى زايد. نعم. وأنا أعرف وأحييه أيضا من هذا المنبر، إنه نحن وعدنا الوالي بأنه إن شاء الله سيكون لفريق الهلال وجود يعني يفرح جماهير النيل الأزرق إن شاء الله سبحانه وتعالى، ويعوض هذا الظرف الذي طرأ ومر علينا. شكرا نعم. جزيلا وأنا أحييكم. نعم. يمكن باشمهندس نحن محاورنا انتهت والكنترول كمان بيقول زمننا انتهى، ولكن هناك دقيقة أخرى، ورئيس تحرير صحيفة الصدى ورئيس تحرير صحيفة اليوم التالي الأستاذ مزمل أبو القاسم، نسمعك. مرحبا بك. مرحبا بك الأخت الأستاذة فاطمة. نعم. وأحيي عبرك كل مشاهدي قناة النيلين، وأحيي الأخ الباشمهندس الحاج عطا المنان. نعم. وأتمنى له التوفيق، ولأنه الأخ الباشمهندس الحاج عطا المنان هو رجل تمرس كثيرا في مجالات العمل العام المختلفة. نعم. وكثيرون استبشروا يعني تعيينه رئيسا لنادي الهلال على امل ان يكون اضافه حقيقيه للوسط الرياضي. نعم. ويمكن هذه واحده من ايجابيات التعيين في الوسط الرياضي، على الرغم من ان كثير من الرياضيين يرفضون التعيين، ولكن ثبت بالدليل القاطع ان التعيين في كثير من الاحيان يسهل دخول كوادر وشخصيات يعني بارزه ولها قدرات اداريه وماليه. نعم. ولها وضعها في المجتمع للوسط الرياضي. نعم. فيمكن دي واحده من الاشياء اللي اثيرت خلال الفتره الماضيه. يمكن تابعني من الاخ صلاح بن ادريس، كتب عن ضعف خلفيه الباشمهندس الحاج عطا المنان الرياضيه. نعم. وشكك في قدرته على قياده نادي كبير مثل الهلال. انا اريد ان اعرف بدءا راي الباشمهندس. نعم. يمكن احنا جبنا على استاذ مزمل في بدايه الحلقه.
نعم. نعم. بقول برضو انه انا شخصيا غير متخوف من مما ذكره الاخ خالد ابو شيبه نعم. في مساله تاسيس الانديه، لانه برضو سبب بالدليل القاطع ان هذه الانديه انديه كبيره وانديه مؤسسات ولها قطاع ضخم جدا من الانصار ومن المحبين، وانها غير قابله للتاسيس. حتى نموذج جمال الوالي الذي تحدث عنه الاخ خالد ابو شيبه، نعم. اقول ان الجميع يشهدون الاخ جمال الوالي انه لم يسيس نادي المريخ ولم يسعى له، نعم. وان المريخ ظل حتى في عهد الاخ جمال الوالي ضم عدد كبير من محبيه ومن القيادات في نعم. احزاب اخرى، وانا ما اعتقد انه ممكن الهلال والمريخ غير قابلين للتاسيس. لكن بقول بسال الاخ الباشمهندس عطا المنان عن اسمه اسامه عطا المنان، الحاج عطا المنان. نعم. يمكن الان الاشكاليه الكبيره اللي بتواجه نادي الهلال هي الالتزامات الماليه الضخمه التي ورثها نعم. المجلس من المجلس السابق والمجالس السابقه. نعم. وعلى راسها مديونيات اللاعبين المحترفين التي رفعت بشانها شكاوى الى الفيفا. ماذا نعم. هم فاعلون في هذه الجزئيه؟ نعم. وبسال برضه في ختام كلامي لاخت فاطمه، نعم. اقول لها هل ما زلت تدورين على ان المهندس الحاج عطا المنان مريخاوي؟ شكرا لك يا استاذ، كتر خيرك. يمكن جاوب على الاستاذ مزمل وخاطب جماهير الهلال في ختام أنا هذه أشكر الحلقه. الأستاذ مزمل أبو القاسم على هذه المداخلة، وهو رجل إعلامي ناجح ورجل أعمال معروف في الوسط. أنا حقيقة أيضا أحيي الأخ الكريم صلاح إدريس، وهو رجل أيضا إعلامي ورجل يعني هلالابي وقدم، ورجل أعمال معروف. نعم. وأقول له يا أخي الكريم نحن جينا إداريين. نعم. نحن جينا إداريين، والإداري ده لا فرق بين يدير بنك أو يدير نادي أو يدير مؤسسة مقاولات أو يدير كده يعني. فقواعد الإدارة قواعد واضحة جدا ومعلومة. والثاني أنا جيت وسط يعني مجلس، أنا حقيقة ضد سياسة الرجل الواحد. نعم. وعشان كده يمكن كنت لا أحبذ أن آتي خلف يعني الإخوان الذين سبقوني قبل يومين يعني. وبالتالي أنا في مجلس واسع جدا. هذا المجلس يضم أيضا خبرات ومعرفة وقدرات في القانون وفي الرياضة وفي العلاقات الخارجية وهكذا يعني. وبالتالي هذا المجلس هو الذي يقود الهلال. لكن لو جردت أي إنسان على المستوى الشخصي يمكن تجده يعرف في شيء ولا يعرف في كثير. نعم. ويعرف في هذا، لكن لما يجتمعوا الناس حقيقة يكمل بعضهم بعضا. أنا بطلب من الأخ صلاح إدريس بقول له يا أخي بحكم أنه هو عنده يعني خبرة كبيرة ومعرفة لا نشك فيها، وهو هلالابي نمرة واحد يعني أكثر مننا وجرب أكثر مننا، يا أخي لم يدق علينا. إذا فينا نقص تمه، نعم. إذا فينا ضعف قوينا، إذا فينا عدم معرفة عرفنا. أصل الإنسان لازم يتعلم يعني. نعم. فأنا بطلب منه أنه ينضم إلى قافلة المصالحة وإلى قافلة الدعم ومساعدتنا في العلاقات الخارجية وفي قضايا الكورة وفي قضايا الرياضة عامة وفي قضايا الوطن، لأن الهلال قلب السودان في ممارسة لعبة الرياضة على رأس كرة القدم. نعم. فأنا بطلب منه من هذا المنبر، أنا حقيقة ضربت له تلفون ما قدرت أتواصل معه، وأرسلت له بعض الإخوان ليتواصلوا معه بالتلفون أيضا عشان أقول له يا أخي نحن على أعتاب مرحلة جديدة نريد أن نضع أيدينا في بعض ونمشي لقدام، ولا بأس هو أن يستعيد إن شاء الله للانتخابات القادمة. نعم. يعني ممكن يجي يقود الهلال بعلمه وفكره ومعرفته، ونحن إن شاء الله يعني نؤيده ونشد من أجره، ولكن نقول له ينبغي أن يكون جزء من منظومة نادي الهلال، فقد سبقه يعني فطاحلة في هذا المجال، وسيأتي من بعده أيضا فطاحلة، فرحم حواس السودان لم ينضب في مجال قيادة الهلال وهذه القرآن. النقطة الأخيرة جماهير. نعم. الديون. أنا أقول للجماهير يا أخي كده توحدوا. نعم. وخدتوا في بطونكم دي اطمئنان، وثقوا بالله سبحانه وتعالى. منكم من يساهم بالدعاء على التوفيق، لأنه الإنسان لو قال أنا خلاص سويت حياة كثيرة وما توفيق إلا بالله عليه توكلت إليه ونيب.
نمشي كلنا نحو يعني هدف فيه كريم الأخلاق ويعني فضائل الأعمال، نعمل على قيادة هذا النادي مع بعض. إذا كان مشاكل مال، والله المال ده يعني مفتاحه يا رب العالمين، ممكن يفتح علينا باكر نحل المشكلة. نعم. لكن أنا صيغتي ما في المال، أنا صيغتي في الرجال أكثر من المال، وأنا أعتد بالرجال أكثر من المال. عشان كده يا بعتد باشمهندس بجماهير الهلال، وأنا نعم. أطمنهم وأقول لهم يا إخواننا إن شاء الله سبحانه وتعالى حنعبر هذه المرحلة، إن شاء الله سبحانه وتعالى حنسلمكم نادي وفريق متماسك جدا، لكن ساعدونا بإجماع. رغم الأخبار التي تحدثت عن خروج اللاعبين من غرفة التسجيلات بالأمس. والله أنا ما أفتكر الناس ما ينزعجوا لهذه الأشياء، إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني لاعبين حيكونوا موجودين وناديهم موجود ومؤسستهم موجودة، وإن شاء الله يستلموها كمان. كثير من المشاكل دي محلولة بإذن الله. أنا شاكرة لك جدا باشمهندس الحاج عطا المنان، شكرا لحضورك، شكرا كمان لكل الناس اللي تابعونا. دارين ننوه إنه هذه الحلقة ستعاد في 8 مساء من هذا اليوم بالتأكيد. شكرا كمان للناس اللي تداخلوا معنا، ونعتذر كمان للناس اللي ما قدرنا نتواصل معهم، أملا في أن تكون هناك حلقات قادمات. كان حقيقي بالإخلاق.